بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع الفصل الثالث والدرس ال15 أنواع المتغيرات. هنبدأ مع بعض على طول. أول حاجة لازم نعرفها يعني إيه متغير. المتغير ده يعني مساحة بتتحجز في الذاكرة نقدر نحط فيها اللي إحنا عايزينه. طب إيه هو اللي إحنا عايزينه؟ عندنا أنواع كتير. عندنا ممكن نحط أعداد صحيحة، عندنا ممكن نحط أعداد ذات فاصلة عشرية، عندنا ممكن نحط حروف وجمل، عندنا ممكن نحط متغيرات أخرى زي التاريخ وحاجة اسمها بليون هنشوفه مع بعض دلوقتي. طيب هناخد المتغيرات دي واحدة واحدة ونشوف ايه موضوع المتغيرات ده. طبعا في الفيجوال بيزك الأول لازم لما نيجي نعرف متغير نعمل حاجة اسمها دم يعني عرف. طيب بعد ما نكتب بنكتب ايه هو اسم المتغير اللي احنا عايزينه، وليكن مثلا متغير ايه، وبعد كده نقول يعني عرف متغير ايه كذا، ونوع المتغير اللي احنا عندنا اللي احنا عايزين نقوله. طيب ايه نوع بايت ده؟ نوع بايت بنقول ان هو بتوين من 0 ل 55. اولا المتغير بايت ده متغير رقمي كويس، نقدر نحطه من 0 ل 55. طب لو عرفناه بايت وحطينا رقم اكبر من كده مش هيقبله. تمام معايا؟ طيب يعني ايه بقى سايز 1 بت؟ يعني يحجز في الذاكرة بتاعتنا 1 بت بس. ماشي. طيب هناخد متغير تاني اسمه شورت ده يعني بيبقى متغير بتوين من -32,768 ل 32,768 بالموجب، وبيحجز في الذاكرة 2 بت. طيب انتجر، وده اللي احنا بنشتغل بيه في الغالب لما نكون بنعرف أرقام، لأن احنا يعني بنبقى عايزين مساحة أكبر من كده شوية، أرقام أكبر من كده شوية في الحسابات وكده، فبنشتغل في الغالب بالانتجر لما نكون عايزين رقم كبير شوية. طيب بتوين الرقم ده بالسالب والرقم ده بالموجب. طيب لو عايز وبياخد في المساحة 4 بايت. طب لو عايزين رقم أكبر من كده شوية بنخش على حاجة اسمها لونج، يبقى دي از لونج، والرقم طبعا لونج أهو كبير محدش هيقدر يجيبه، ولكن مش سالب لونج. طيب وبياخد 8 بت في الذاكرة. طيب لو نزلنا تحت شوية هنلاقي حاجة متغيرات ذات الفاصلة العشرية. طيب دم as سنجل. طيب بيقولك بياخد سايز 4 بت ولكن بنخزن فيه متغير عشري. يعني ايه؟ يعني 1.5 مثلا، ده متغير عشري. طب رقم وبعد الفاصل بعد الفاصل العشرية 7 خانات، نقدر نحط فيه بعد الفاصل العشرية 7 خانات، الأرقام الموجبة أو السالب. ماشي. طيب في حاجة اسمها دبل بقى. الدبل ده بيخزن 8 بت ونقدر نحط 15 رقم بعد الفاصلة العشرية. احنا في الغالب بنشتغل بالانتجر والدبل عشان ايه؟ نريح دماغنا من القصة دي. يبقى احنا لما نيجي نعرف متغير ارقام، انا شخصيا بشتغل بالانتجر لما يكون مش عايز رقم فيه علامة عشرية، ولما يكون فيه حسابات وكده بشتغل بالدبل ورايح دماغي من الموضوع ده كله. طيب في ايه تاني عندنا بقى؟ عندنا متغيرات اسمها دم as شرط ده تقوم بحفظ حرف واحد فقط. طبعا ده حرف واحد ده مش هينفعنا في حاجة، في الغالب ما بستخدموش. يعني في الغالب احنا بنستخدم السترنج، وده نقدر نحط فيه أي عدد من أي عدد من الحروف. حفظ نحو 2 مليون بداخله، مفيش مشكلة، 2 مليون حرف. سايز 10 بت زائد 2 بت فور شرط، يعني 2 بت كمان معانا. يبقى احنا في الغالب المتغير النصي بنعرفه سترنج. يعني ايه سترنج ده؟ يعني نص نقدر نحط جواه نص. هنشوف مع بعض لما نيجي نطبق على المتغيرات، هناخد الكلام ده بالتفصيل، بس احنا بندي ايه فكرة عامة عن المتغيرات. طيب عندنا متغير ايه تاني ممكن نستخدمه؟ حاجة اسمها بليون. دم ايه از بليون. بليون دي بتبقى يا صح يا غلط، دايما بنستخدمها ايه وبكده إن ترو شاء اور الله نكون فولس، خلصنا يعني الدرس الناتج عندنا يا ال17. اما ترو يا اما أنواع فولس. المتغيرات. وده بنستخدمه برضو في الحالات اللي يا لا. عندنا حاجة اسمها الديت ده بتاع التاريخ، متغير بيحفظ التاريخ، وده ساعات بنستخدمه كتير
لما يكون عندنا تاريخ عايزين نحفظه، والسايز هنا بتاعه 8 بت. بكده نكون خلصنا مقدمة المتغيرات، وإن شاء الله الدرس الجاي هناخد تحويل المتغيرات من متغير لمتغير، وهنعمل إن شاء الله بداية شغلنا آلة حاسبة. آلة حاسبة فيها متغيرات رقمية ومتغيرات نصية، وإزاي نعمل الزائد والناقص. كان في بس غلطة في الدرس، إن المتغيرات بيتحجز لها مساحة من نوع بايت وليس بت، والبايت بيبقى 8 بت. كان في غلطة حبيت أوضحها بس. شكرا. وبكده إن شاء الله نكون خلصنا الدرس ال15 أنواع المتغيرات. معنا إن شاء الله الدرس الجاي مع كيفية التعامل مع الدوال الرياضية وإجراء بعض العمليات الحسابية عليها، وهنصمم آلة حاسبة بإذن الله. يا رب الناس تكون استفادت.